ايوه. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ السلام عليكم. بمسي على الساده المشاهدين في كل مكان، اهلا بيكم في برنامجكم حلو القاضي. وكنت بمسي على الاستاذ احمد عشان كان بيعاكسني قبل الهوا. واحنا عملنا مع بعض البيتي فور، ومعلش فكروني يا جماعه. امبارح انا غلطت غلطه مني، انا اسف. البسكوت الكيس اللي احنا عملناه امبارح، انا عملت اصلي الصبح في المصنع عملت نص كيلو، وجيت هنا عملت ربع كيلو عشان اسويه قدامكم، ورحت عاجن ربع كيلو تاني. ففي غلطه في مقدار الكيلو، صح؟ الكيلو كان عليه 8 بيضات و16 جرام بيكنج باودر. الربع كيلو يبقى عليه بيضتين بس. انا امبارح قلت لكم 4 بيضات، نزلت 4 بيضات، لا هي بيضتين بس و3 جرام بس، او 4 جرام بيكنج باودر مش 6 جرام. هي دي النقطة. أنا نزلتها امبارح على الفيس ونزلناها هنا على السوشيال ميديا عشان ما حدش يجرب بس وتقابله مشكلة. إنما جربوه، ناس كتير قوي جربوه الحمد لله، وطلع اتبسطوا من النتيجة بتاعته قوي. النهاردة هنعجن السابليه. طبعا عشان نتكلم عن السابليه ما يكفيناش حلقة. تمام. أنا عامل السابليه بخمس طرق مختلفة. عامل السابليه زي اللي هنعمله اللي هو 3 2 1، ودي طريقة فرنساوي. تمام. 300 دقيق، 200 زبدة، 100 سكر بودرة. انا بفضل الطريقه دي ليه؟ السابليه العادي بيبقى هيدخل فيه بيض، مره عملت ببيض، مره عملت بصفار بيض، مره عملت ببياض بيض، ومره عملته بميه، ومره عملته من غير حاجه. يعني عملته بخمس طرق مختلفه. ده غير بقى ان انا ممكن ابتدي ادخل فيه مكسرات مطحونه ولوز مطحون ومش عارف ايه ومواويل تانية. نقول المقادير، احنا قلناها بس نقولها تاني. عندي 300 دقيق، 200 زبده، 100 سكر بودره. السابليه ليه اكتر من طريقه للعجن. الطريقه بتاعتنا دي هي ابسطهم واسهلهم واسرعهم واحسنهم. وايه تاني؟ مفيش حاجه تانية تتقال. طب ليه يا شيخ احمد انت بتقول الكلام ده؟ احنا اتفقنا ان معانا استاذه سلوى. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟ ازي يا سيدي؟ كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بالف صحه وسلامه. اخيرا عرفت اوصل لك يا شيخ احمد. ده شرف ليا. الله يخليك. حظي حلو النهارده. الله يخليك. ده انا والله يا شيخ احمد، ربنا انا بس يعزك. حابه اقول لك كل سنه وانت طيب، وهيبقى وكل الف سنه صحه وخاص القناه وسلامه. كلهم طيبين. ربنا يعزك. وتسلم ايدك يا شيخ احمد على كل اللي بتعمله. ربنا انا يخليك. متابعاك من مش عايزه بس اقول لك من كام سنه عشان ما اكبركش يعني. الله لا يخليك. لا، من اول ما ظهرت في التلفزيون يا شيخ احمد. ده انا بقالي كتير. ما انا مش ده عايزه اقول انا لك بقى عشان ما اكبرش نفسي. ده انا عجوز. لا، ما انت كنت صغيره ساعتها لسه. مش كده برضه، انا عايزه اقول يعني كده انت برضه. كنت لسه في المدرسه وتتفرجي عليا. الله يخليك يا شيخ احمد. ربنا يعزك. تسلم ايدك يا شيخ ربنا احمد، وكل سنه يسلمك. وانت طيب. وانت ايه يا ست؟ الله يخليك. مالكيش مع اي اسئله؟ السلامة. طيب اي حاجه؟ شكرا يا شيخ احمد. ربنا الله يعزك. يخليك. تحت كل سنه امرك. وانت طيب. وحضرتك طيب يا فندم. مع السلامه. سلام يا فندم، في رعايه الله. تمام. احنا بنتكلم على السابليه. احنا هنا هتلاقوا الناس بيقول لك ايه، حط الزبده والسكر واضربهم مع بعض، هيشهم، وبعدين حط البيض، وبعدين لا، الكلام ده ما يمشيش معايا هنا. كل عجينه ليها تكنيك في الشغل. الكلام ده هتلاقوه عندنا هنا. تمام. ان احنا بنقول لكم التكنيك الصح بتاع كل حاجه. العجينه دي ما ينفعش اعجنها كتير. لو عجنتها كتير، الاول الزبده والسكر هيشتهم، وبعدين حطيت الدقيق، هتطلع لي عامله زي الغريبه وهتلزق في ايدي، ولون السابليه هيبقى مش حلو، وهتقابلني مشاكل كتيره فيها. تمام. يبقى العجينه بتاعت 3 2 1، ودي اساسا عجينه فرنساوي. ما تتعجن كل المقادير مع بعض. معانا حاجه سوسن. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيبه. يا رب يا رب على حضرتك وعلى الاسره وعلى كل الساده المشاهدين. نفسي في حاجة والله. عينيا. نفسي اكل كحك من ايد حضرتك. بس كده؟ طب الله انا يبارك لك. هقول لك حاجه. خلاص. ايوه. والله ما هزعلك. انا ربنا يبارك لك. هاخد التليفون من الكنترول. ماشي. المحل بتاعي في الحي العاشر في مدينه نصر. تمام. خد التليفون وشرفيني، واحلى كحك ليك. انا ما اقدرش اتاخر عن مشاهديني ابدا. تمام. السابليه هنا رجعنا تاني. الايه؟ لا لا، ما ليها بس هي مشاهد. انت مشاهد؟ انت مخرج. طيب انت سؤال بس يعني انت بتكلف نفسك وبتدفع مكالمه؟ انت بتكلمني على طول في الاي بيس وخلاص، ما بتكلفش حاجه. طب عينيا حاضر ماشي، صعبت عليا. عينيا ليك يا استاذ احمد، طبعا المحل وكل حاجه تحت امرك. ربنا يعزك يا حبيبي. كفايه. كفايه ذوق حضرتك واخلاقك. شايفين يا جماعه العجينه عامله ازاي؟ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2
بصوا عامله زي الرمله ازاي، مرمله ازاي، هي كده عجينه السابليه. طب يا شيف احمد انا هديكوا تركه تانية كده صغيره برضو، انتوا عارفين في حلو القاضي كده ايه، عايز اخليها محرفشه شويه. بصوا معلقتين زيت ذره هيخلوا لي العجينه دي محرفشه وجميله قوي. وزي ما انتم شايفين انا مجرد ان العجينه بتلم معايا، انتوا شايفينها عامله ازاي، اهي تمام اهي. طيب دي كده احنا عملنا عجينه بيضه. طب وماله، طب عايزين نعمل شوكولاته شفاح، طب ايه المشكله، انتوا خلاص بقى فهمتوا ان انا اي حاجه عندي بيضه وعايز اقلبها شوكولاته بعمل ايه. هنطلع بس العجينه قدامنا اهي، وفكرونا برضو كده هنتكلم ونقول شايفين العجينه عامله ازاي اهي. طيب شيف احمد انت العجينه هتطلعها من عندك كده وتروح شغال بيها؟ ايه المشكله، هو انا لازم اريح؟ يا شيف احمد الشيفات بيقولوا لنا لازم نريح في الثلاجه. لا مش نريح في الثلاجه، احنا في حلو القاضي بنعمل اللي احنا عايزينه، محدش ليه عندنا حاجه. طالما العجينه اللي احنا حطينا هنا ايه مع بعض، حطينا دقيق وزبده وسكر بودره، مفيش سوائل، مفيش ميه، مفيش بيض، مفيش لبن، تمام. العجينه بتاعتي مش هتشد عرق مني. طيب لو انا عاجن العجينه دي ببيض هتلاقيني هطلعها من المكنه واقول لك لازم نريحها تلت ساعه، وبعد ما نريحها تلت ساعه هطلعها هفردها زي ما هنشوف دلوقتي، وبعد ما افردها هلم البواقي واقول لك ما اقدرش افردها تاني، لازم اريحها تلت ساعه نص ساعه تاني، وبعدين ارجع افرد تاني، والا هنشط الجلوتين اللي فيها هتكون شبكه، السبليه بتاعتي هتنشف مني. طب السبليه لو نشفت ايه اللي هيحصل يا شيف احمد؟ السبليه لو نشفت، نعم معاكي استاذ محمد. الو السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنة ربنا وأنت يعزك، طيب. ربنا يخليك يا حبيبي. بس انا مش شيخ، انت قلت لي شيخ ولا شيف؟ نعم حضرتك قلت لي شيف ولا شيخ؟ فضيلة الشيخ. انا سمعتها ماشي شيف، ماشي شيخ. لا يا عم انا مش شيخ، انا شيف مش شيخ، ما ينفعش ابقى شيخ. والله انا ممكن شيخ منصر بتاع، انما ما ربنا يعزك يا حبيبي، ربنا يخليك، انا بهزر معاك. اتفضل يا فندم الله امرني. يخليك، والله ما احسن منك الا ربنا والله. يا رب يا رب يا رب يا رب، ربنا يعزك، ده من ذوقك بس واخلاقك، احنا اقل الناس. انا مريض لي 5 شهور. ايوه ربنا. ماشي. ايوه يا فندم معاك. ما تقفش جنبي في مساعدة، مريض وسني 60 سنة ومريض، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله لي 5 شهور ومعي 5 عيال صغيرين. ربنا حاجة نكملوا بيها شهر رمضان المعظم. ربنا يشفيك ويعافيك، وهيكسب تليفونك بس وهم يتواصلوا مع حضرتك، عينينا ليك. حاضر. طيب يا شيف احمد اهي هبدر الرخامه بتاعتي دقيق اهي، اجيب مردانتي. العجينه هنا برضو زي ما عملنا هناك، احنا شلنا من الدقيق، اتفقنا اي حاجه عندي بيضه وعايز اقلبها شوكولاته بعمل ايه؟ بشيل في حدود ال 10% من الدقيق بتاعي. يعني ايه 10%؟ يعني كل كيلو دقيق من 70 جرام ل 100 جرام اشيلهم من الدقيق واحط مكانهم كاكاو. بعمل كيكه، بعمل سبونج، بعمل اي حاجه، يبقى انا هعمل الموضوع ده عشان ايه؟ اقلبها شوكولاته. معانا مين؟ معانا استاذه يسرا اهي. شايفين العجينه؟ ايوه يا فندم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازي الست؟ ازيك يا ست يا فندم؟ الله يخليك. ازي حضرتك سلام؟ حضرتك عملت امبارح البسكوت اللي هو بالسمنه. تمام تمام. حضرتك ممكن بدل السمنه ممكن ان احنا نعمله بداله زبده. طب ما احنا عندنا بسكوتات تاني بالزبده. يعني انتوا طلبتوا مني، قلتوا لي يا شيف احمد احنا عايزين نعمل سابليه بالايه؟ بالزبده، بس بالسمنه عشان الزبده غاليه دلوقتي ومش لاقيينها والكلام، فعملت لكم امبارح ينفع بسكوت وينفع بتيفور بالسمنه. عايزه تاني ترجعي؟ ما انت عندك مقادير تانيه فيها. لا انا عايزه المقادير دي حضرتك ممكن ما تنفعش الا تنفع بالسمنه ولا ممكن نبدلها بزبده؟ تنفع، مش هتقول لا. طب والزبده تبقى بدرجه حراره المطبخ ولا ساقعه زي السمنه؟ لا ساقعه. ساقعه برضو؟ تبقى زي السمنه برضو ساقعه. ايوه. الف شكر حضرتك. العفو ست، تحت امرك. ماشي. بصوا اهي. طب السمك اللي انت بتفرده ده قد ايه يا شيف احمد؟
حوالي 4 مللي ونص 5 مللي. شايفين انا بعمل ايه؟ بمسح بس لو فيها ايه حتت من العجينه، عشان لو احنا بصينا على وش العجينه هلاقي ان هي لما يبقى في الحتت دي موجوده فيها بتعمل ايه؟ يعني ادي التخانه بتاعتي. هجيب القطاعات اهي تمام، واجيب معانا استاذ ابرام. الو. الو. ايوه. الشيف احمد. ايوه يا فندم. لو سمحت ممكن عايز اعرف طريقه عمل البونبون. حاضر، ده شغل تاني خالص، بس حاضر ان شاء الله بعد رمضان اعملها لكم عينيا. انت عايز البونبون اللي هو بيقولوا عليه الارواح، الملبس الارواح، مش كده؟ الو. الو، انا مش سامع. الو. الملبس البونبوني العادي اللي هو بالبرتقال والبتاع بيبقى ناشف كده ويقرقش في البق، مش كده؟ طيب حاضر حاضر حاضر. نعم. لا اللبان لا، ده شغل مصنعات، لا دي مصانع، يعني مصانع متخصصة، ما ينفعش في البيت. الايه؟ التوفي؟ حاضر حاضر. بكره ان شاء الله احنا في الحلقة بتاعتنا بتاع التارت هنعمل توفي. تمام، هنعمل توفي اللي هو بتاع البيتي فور، وهقول لك على في اللي هو الفرق بينه وبين التوفي الايه اللي احنا بنشتريه. هناخد مين؟ ام حسام. الو. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله ألو؟ وبركاته. ايوه. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ اول حاجه حضرتك لو شيخ منصر يبقى احنا عايزين كلنا نبقوا كده. لا العافيه يا فندم، العافيه. لا والله العافية. لان ما فيش شيخ منصر بالاخلاق الطيبه ربنا والأخلاق يعزك، الحميدة ربنا دي. يعزك. لا انا اقصد ايه؟ اقصد ان هو دايما التخصص حلو. يعني انا شغلتي شيف، كنت مهندس بس دلوقتي انا شيف، فلما اطلع هنا بقول انا شيف. تمام. ما ينفعش ان انا ادخل في حاجه تانية، يعني ما ينفعش ان انا اقعد افتي في السياسه او افتي مش عارف في الطب او افتي في حاجه تانية. لا، كنت تخصص حلو، ده تخصصي، انا دراستي فيه ومذاكرتي فيه وشغلي فيه، فهقدر الكلام اللي انا بقوله وانا واقف على ارض صلبه وعارف انا بقول ايه، وما بقولش غير كلام صح. تمام. انما بفاجئ ان ايه ده يقول لك تعالى مش عارف واحد مجرد انه رب ده انه يبقى شيخ. لا مش شيخ طبعا، ما ينفعش. الشيخ ده لازم يبقى راجل ازهري ودارس وحافظ قران وبتاع. ما اقدرش اقول عن نفسي كده يعني. فده اللي انا اقصده، ان لازم كل واحد يبقى شغلته هي اللي هو متخصص فيها، ما يدخلش على حاجات تانية. حضرتك شغلتك المتخصص فيها واحنا كلنا اتعلمنا منها. وانا امبارح اللي اتصلت بحضرتك وقلت لك على البسكوت بالليل. أيوه. وبصراحه يعني طلع جميل جدا والله ما اقولكش. تسلم يعني ايدك، بالهنا والشفا للي كل. وحضرتك احنا بنشكرك على انك انت بترد في اي وقت والله لا يعني ربنا يخليك والله. طب والله انا هضحك. واحده مكلماني الصبح الساعه 8 بتقول لي يا شيخ احمد انا بتصل بيك من الساعه 4 ما بتردش عليا ليه؟ 4 الصبح. احنا متعودين على اخلاقك الحميده معانا يا شيف، يعني مش معلش يعني. لا عناية ليكم. حاضر. شكرا اتصال حضرتك. اي اسئله؟ طيب هنا كده بصوا، هنا دي اهي كده، هروح عامل كده اهو، نفضي من النص كده اهو، شايفين؟ يبقى ده كده ايه نوع. تمام. هنعمل شويه ساده، هناخد ادي القلب اهو، لو عايز اعمل القلب اهو طبعا بالشكل ده اهو، وهناخد فاصل صغير ونرجع لكم على طول. خليكم معانا. يا حبيبي انا عندي نظافه، وبعد كده عندي غسيل كمان، فم غسيل. طيب هنجيب السابليه بتاعنا اهو. تمام. التارت اللي احنا هنعمله ده التارت عشان احنا هنشتغل بيه بكره. السابليه بتاعنا اهو، وادي نجيب دي كده ولا نجيب السيليكون؟ ماشي، نحط دي هنا كده جنبنا. فين السيليكون؟
وادي السيليكون وادي الشوكولاته. تمام. وادي كورنيه مربى، نحط الشوكولاته البيضاء بس تسيح. مايكروويف. معانا ام مروان. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ حضرتك حضرتك طيبه يا فندم. عامل ايه؟ ربنا يعزك. ولا حضرتك بتعمله؟ ربنا يكرمك. اموريني. من فضلك كنت عايزه مقادير البسكوت بتاعتي امبارح، ما لحقتش اكملها كلها. بالمكنه وبالكيس، بس بالله عليك خليه يبقى على الشاشه شويه، لان احنا مش بنلحق نكتب كل المقادير. حاضر. طب ما صوريه. أشكرك. صوريه. طيب ماشي. ماشي. طيب دلوقتي تلزيق البيتي فور. هاجي الاول حاجه اهو، بصوا بروح اعمل كده اهو قدامي. تمام تمام. وهاجي هنا انا واخده اهو معاكم فروم A to Z من الاول للاخر خطوه خطوه اهو. وهروح جايب الوش اللي احنا فضيناه اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو 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 اهو. طيب هنعمل برضو السادة بتاعنا اهو 4 4 5 5 6 6. ماشي اهو. معانا استاذة كريمة. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. دكتور الحلويات، ربنا يخليك يا مدام كريم. عامل ايه؟ ازيك؟ ربنا يخليك. تسلم ايدك. ايه الحلقات الجميله الجباره ربنا دي؟ يعزك يا رب. ربنا يكرمك. ربنا يحميك لينا يا رب دايما كده، وتدينا التكات والاسرار، ويجازيك خير دايما على كل حاجه بتعملها لنا. ربنا يخليك. بص انا عملت ايه؟ اتلخبطت من الكلام الحلو. لا والله ابدا. ده انا مغطس. امبارح مش عارفه كنت اتواصل معاك، بس كنت هتجن كده عماله اتنطط كده، بس خدت المقادير، وطبعا حاجتك يعني لا يعلى عليها. انت ربنا عارف. يخليك. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. وبعدين احنا عايزينك دايما تضحك وتبقى وشك كده جميل بشوش زي ما انت معودنا. طول ما انا مفيش معاكم حاجة. طول ما انا معاكم كده وطول ما الاستاذ احمد بيعاكسني كده في ما انت معاك شويه مخرجين زي العسل، بسم الله ما شاء الله، سواء الشرقاوي ولا نبوي، ما شاء الله عليهم، ولا الاعداد والاخراج والتصوير. الحمد لله. الحمد لله الناس كلها هنا زي الفل. ربنا يبارك لنا فيهم يبارك يا رب. لنا فيهم ويخليهم لنا. اللهم امين. هم اللي مسيطيننا. ربنا يجازيك كل خير يا سيد احمد يا رب. ربنا يخليك يا رب. ممكن بقى المقادير تنزل دي عشان ما لحقتهاش؟ عينيا. تسلم لي عينيك يا رب. وكل سنه وانت طيب، انت واسرتك الكريمه. وحضرتك والاسره بخير يا رب، وربنا يكرمك. تمام. بصوا يا جماعه اهو مقادير ننزلها تاني. عايزه مقادير السابليه ولا كانت مقادير ايه؟ برضو بغطي. طيب ماشي اهو اهو اهو. معانا مدام ايمان من القاهره العامره. نعم مدام ايمان. الو. ايوه مدام الهام. مدام الهام. ازيك مدام الهام؟ ازي حضرتك؟ انت واخده برد ولا ايه؟ انا وحضرتك طيب. واخده برد ولا ايه؟ شويه. الف سلامه عليك. ربنا يشفيك ويعافيك. الله يخليك. كل سنه وحضرتك وحضرتك طيب. بألف صحه وسلامه يا مدام الهام. الله يخليك. ربنا كنت يكرمك. طالبه من حضرتك طلب صغير. عينيا. ممكن بس اللهم صل عليه الصلاه والسلام. المعمول. حاضر. عايزه معمول سوري ولا معمول لبناني؟ اي حاجه بس. حاضر. اي حاجه من ايدك حلوه. عينيا. حاضر. تسلم عينك. تحت بس أمرك. حضرتك تقول لي هتعمله امتى؟ حاضر. والله طب بصي هظبط بس معاهم اشوف احنا فاضل لنا ايه في الايام وايه واقول لكم. حاضر. ما كانش كده يعني هيبقى، لان خلاص كل سنه وانتم طيبين. الوقت جري. بسكوت النشادر قدام حضرتك اهو. معانا مدام ميرفت. الو. سلام ورحمه الله وبركاته. مدام ميرفت. ازيك يا شيف احمد؟ ازي حضرتك يا ستي؟ تسلم ايدك يا شيف احمد. ربنا يسلمك ويعزك يا فندم. ربنا يبارك في عمرك يا رب. ربنا يكرمك. بقول لحضرتك نعم. انا السابليه بعمله حلو جدا، بس ماشي. بيعذبني في التقطيع بتاعه. يعني بحطه إيه؟ على ورق زبده. ايه يعني ايه التقطيع بتاعه؟ التقطيع ده كده التقطيع بتاعه التشكيل يعني. طيب في هقول التشكيل. لحضرتك تعملي ايه. برضو. حطيه بعد ما تخلصي حطيه في الثلاجه شويه.
شلت والله باجي اقطعه بيعذبني قوي، يلزق مني. بس انا شايفه حضرتك رشش دقيق كتير تحتيه. رش دقيق لازم. لا انا ما كنتش برش دقيق كده. لا ما هو لازم، يا اما هقول لك ايه، يا ترش دقيق تمام، يا اما تفردي على سيليكون. لا انا كنت بفرد على ورق زبده، بس كل ما اجي اطلع الواحده ممكن تتشق مني تتعمل. لا لكن انا شايفه حضرتك رش دقيق كتير. طيب تسلم ايدك يا شيخ، ربنا جزاك الله يسلمك كل خير. ويعز. كل سنه وحضرتك عملتي طيب. كل حاجه ولا لسه في حاجه لسه؟ فاضل لي ليه اعمله النهارده ان إن شاء شاء الله. الله. عجبك الفيديو فور؟ زي الفل، تسلم ايديك. تسلم انت إيدك والله يا استاذه. ربنا يبارك في حضرتك يعني يا شيخ. ممكن هنا في القناه بيقولوا لي بكره انت ما تجيش ومدام ميرفت تيجي مكانك بقى. لا مش قوي يعني كده. استاذ هشام بيقول لي كده كفايه عليك بقى، احنا عايزين وجوه جديده. ربنا يحسن ما بين ايديك. اهي تمام اهي. طيب بصوا اهي. طب انا لو حسيت ان الشوكولاته عندي تقيله سنه، حاجه من الاتنين، بص هديها سنه زيت صغيره اهي، خليها تفك معايا سنه. الحاجه التانيه طبعا هي احنا مطلعينها من شويه من الميكروويف، وهنا التكييف شغال فبيبقى ساقع، فايه عايزينها تدفى تاني سنه صغيره معايا. تمام. هنحط دي كده، نطلع الشوكولاته البيضاء نشوفها لو ساحت. اهي اهي. شايفين التسيح الشوكولاته ما خدتش مني حاجه ازاي؟ اهم حاجه عندي اهي، بصوا اهي، اهم حاجه عندي ان انا الشوكولاته بتاعتي اولا ما تبقاش سخونيه عاليه، تمام. تاني حاجه يكون درجه الحراره معانا. استاذه سناء. ايوه، ازيك يا شيخ احمد؟ ازي حضرتك؟ ربنا يعزك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا ستي. وتسلم ايدك في كل حاجه. ربنا يسلمك وربنا يبارك ويكرمك. فيك ويديك الصحه والعافيه يا رب. ربنا يخليك يا رب. وربنا كده يجعلها كده ايام سعيده علينا يا رب وعلى يا الأمة رب العربية يا رب علينا والإسلامية. كلنا وعلى كل الدنيا. متشكرين على كل اللي انت بتعمله. ماشي، الله يخليكي، تحت امرك. كده باينه حضرتك عايزه اتكلمك اهي. حاضر. عائشه عايزه اتكلمك وتكلم بسم الله ما شاء الله، ايه الاسم الحلو ده؟ الو. ايوه عائشه. الحمد لله. ازيك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ كويس. انت في سنه كام؟ كيجي. كيجي؟ كل سنة وانت طيب. وانت طيبه يا حبيبتي. كيجي ده انت كبيره قوي بقى، ده انا كنت فاكرك صغيره. متابعني يا استاذ احمد واحنا بنغطس في ايه؟ مسكين الحاجات الحلوة. انت احلى. كل سنة وانت طيب. وانت طيبه يا حبيبتي. مش عايزه حاجه اعملها لك؟ قولي. البسكوت. التورت؟ حاضر، عينينا حاضر. انا كنت جايب معايا بيتي فور مزوقه وعامله في المصنع، ورغم ان انا مشغل التكييف والله في العربيه، على ما وصلت هنا لقيته ساح كله. نعم. طب اطلعه لك دلوقتي تشوفه على الهوا. تصدق بقى؟ بص بص اهو، بص ساح ازاي. اهو والله، بص بص ساح ازاي مني في العربيه، والله مشغل التكييف والبتاع، فده طبق منهم. الجو كان حر قوي وانا جاي. طب بصوا هنا يا جماعه، انا غطست دي هنا كده اهي، تمام. ممكن اجي في النص واروح مدي حته بيضه. خلاص عندي بقى هنا ايه، حاجات كتيره اهي، تمام. ممكن اجي هنا اهي، ادي بندقايه، كاجو، فستق. معانا امنيه. الو. ايوه. كل سنة وانت طيب يا سيدي. وحضرتك طيبه يا ستي. جربت البسكوت بتاعك كان طالع تحفة. تسلم ايدك، ربنا يحسن ما بين ايديكي دايما، وتجربي كل حاجه وتعملي كل حاجه حلوه.
الله يخليك. اموريني. بص يا شيخ انا عايزه اسالك سؤال، حضرتك حطيت الدقيق على الزبده على السكر كلهم مره واحده كله على صح؟ بعضه، ايوه. طب دلوقتي انا بس عايزه اعرف حاجه برضو، ما سيبهاش ترتاح وافضل أنا على قلت- الرخامه الدقيق واسيبها. لو الجو عندي زي ما انت شايفه هنا كده التكييف الجو كويس هشتغل على طول. لو الجو حر او الزبده ما كانتش ساقعه كفايه ممكن ايه ادخلها التلاجة شويه زي ما انا قلت لمدام ميرفت كده، قلت لها ممكن ايه تعمل كده معايا اهو. شايفين اي بقى فارماسيل عندي اي حاجه. احنا هنزوق دلوقتي هنا وهنحط ده وهنحط ده هنا اهي اهي. شايفين الشوكولاته، شايفين التخطيص ازاي يا جماعه. انشف كويس قوي. تمام. سنه الزيت اللي احنا اديناها للشوكولاته اديتها لمعه. شايفين اللمعه بتاعت الشوكولاته عامله ازاي؟ لا بنحط ميه ولا بنحط زبده، عشان في ناس بيقولوا لنا شيف احمد نحط على الشوكولاته ايه اللي ما تحطش عليها حاجه خالص. اقصى حاجه ممكن اعملها ان انا احط لها شويه زيت صغيرين. ماشي اهو. وادي شوكولاته بيضاء لو انا عايز اعملها اهي. تمام. طيب بص انا هعمل ايه هنا. متابعين يا استاذ احمد؟ ركز معايا. استاذ احمد هو ينام ولا ايه؟ يا ريس يا حكومه. طيب بصوا لي. طيب شايفين انا عملت ايه؟ واضحه كده؟ استاذ محمد. الو. ايوه ايوه يا حبيبي. ايه رايكم؟ السلام عليكم. بصوا. ايوه استاذ محمد معاك يا ريس. معاك محمد من سوهاج. اهلا بيك يا حبيبي. ازيك؟ تاني اهي. وانت طيب يا حبيبي. انا عاوز حضرتك بس طريقه المهلبيه بالكاستر. المهلبيه بالكاستر حاضر اهي. تمام يا جماعه باينه وضحت الفكره ولا لا؟ طيب معانا استاذه زينب. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه زينب من القاهره، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب ويعود وحضرتك عليك بألف صحه وسلامه يا ستي. ربنا يعزك. انا دي يعني مكالمتي لحضرتك بعد شهور، بعد اول حلقه اما قلت انك قعدت 30 سنه واكثر تدرس في كتب طهي فرنسيه واجنبيه انا لحد دلوقتي بدرس لحد دلوقتي. اللي بص اللي يقول لحضرتك يعني انا ساعتها الحقيقه قلت طيب يعني ده كلام يعني بصراحه كده مبالغ فيه، وعلى العموم هنشوف. عايزه اقول لحضرتك ان انت يعني بصراحه انت اللي غلبت، وانت اللي في كل جزء من حلقه ان كلامك كان صادق من اول يوم، ويمكن بذلت مجهود اكتر بكتير من اللي انت حكيته. ربنا يخليك يا رب. ربنا يعزك. احنا بنشكرك على كل اللي بتعمله، بس انا عايزه حضرتك عشان انا دلوقتي سني كبير وعايزه اعزم اولادي واحفادي، عايزه بس اوصل ان انا نمره تليفون للمصنع عشان اطلب منه حاجات. ممكن الكنترول يديها؟ طبعا 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 يدي حضرتك، ده شرف لينا طبعا. تحت امرك يا فندم. تأمريني تحت امرك. تمام كده احنا عملنا ليك. طب اي اسئله تانية يا فندم؟ طبعا بشكر حضرتك على الكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه، ويا رب اكون عشره حتى، وربنا يقدرني كده واكون دايما عند حسن ظنكم، واقدر انقل لكم الخبره اللي ربنا من عليا بيها. تمام. انت قدامنا. الو استاذ احمد. طيب حاضر. طب هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم على طول. خليكم معانا باشا. احنا هنا اهو كده غطسنا كله اهو. تمام. هنشيل ده كده. هنيجي هنا عندنا امسح ايدي بس وايه، وناخد شويه جناش اوري حضراتكم ايه نزوق ازاي. الجناش بتاعنا اهو يا جماعه. مقادير الجناش هننزلها لحضراتكم. بصوا لما نشف في التلاجة عامل ازاي، القوام بتاعه عامل ازاي اهو. تمام. الجناش ده لو انا سيحته هقدر ان انا اغطس بيه تورته وازوق بيه واعمل ويبقى ليه لمعه، وهنشتغل بيه بكره في الطرت ان شاء الله. دلوقتي كده انا بديله تقليبه اهو عشان يبقى ايه، اطريه شويه.
ماشي، عشان يمشي معايا في الكيس. معانا ام مهند. السلام عليكم يا سلام شيف. ورحمه الله وبركاته. تسلم ايدك يا شيف. ايوه يا فندم. تسلم ايدك. ربنا يسلمك ويعزك يا ستي. ايه اللوحه الفنيه الجميله دي؟ انا عملت حاجه لسه؟ لا والله، تسلم ايدك والله. تسلم وقفتك دي والله. ربنا يسلمك ويعزك. الله يكرمك. امورين. الله يخليك يا شيف. انا لسه كنت هطلب المقادير، لقيتها نزلت اهي كويس. طيب الحمد لله. الحمد لله. كله على بعض يا شيف صح؟ كله على بعضه. يعني ما اضربش دي مع الزبده مع السكر ولا لو حاجه؟ لو ضربتي الزبده والسكر لوحدهم العجينه هتبوظ منك. كله على بعضه. كله على بعضه. تسلم ايدك يا شيف. ربنا يسلمك ويعزك. الله يكرمك. تحت امرك. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا ستي. طيب بصوا اللي حصل ايه. ورقه الزبده اللي كنت بشتكي لكم منه، الورق الزبده الصيني اللي بينزل ده تعبان. مجرد ما حطينا الجناش راح ايه قاطع الورقه. معانا استاذه اماني. الو. ايوه شيف احمد. ايوه يا فندم. ازي حضرتك عامل ايه؟ ربنا يعزك يا ستي، ربنا يكرمك. الحمد لله. انا بس عايزه اطلب طلب من اداره القناه من فضلك. اتفضلي. ممكن اطلبه؟ اتفضلي، كلنا تحت امرك. طول ما حضرتك شغال يشغلوا اغنيه عبد الحليم حافظ بتاعت جبار. دي تبقى لوجو لحلقه حضرتك. ربنا يخليك يا رب. فعلا والله. وفي المنيو يكتبوا مثلا الكحك الجبار، الكيك الجبار، التورته الجباره، لان حضرتك حاجتك مختلفه تماما. ربنا يعزك تماما فعلا يعني. ففعلا نفسي اسمع كل حلقه من حضرتك اغنيه عبد الحليم حافظ. ده اغنيه جبار فعلا. ربنا يعني يعزك يا رب. شكرا ليكي وربنا يكرمك. شكرا ليكي ولذوقك، ويا رب كده اكون عند حسن ظنكم دايما. بصوا الديكور الصغير يا جماعه بيبقى شيك ازاي. طب ليكي اي اسئله؟ طيب لو في اي سؤال اي حاجه خلاص. انا ممكن هنا برضو اهي تمام. وهروح واخد معانا استاذه ايمان. الو. سلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ربنا يعزك. تسلم ايديك. ربنا يسلمك ويخليك. ويخليك. طيب. وحضرتك طيبه يا ست. معلش يا شيخ احمد، احنا عايزين المعمول اللبناني. حاضر. وكعب الغزال لو سمحت. حاضر. ربنا يخليك يا شيخ الطبق احمد. بتاعتنا اهي. نبتدي كده ايه نحط فيها بس عشان الوقت. اهو 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 اهو. ودي في النص كده اهو. وادي واحده بيضه اجيبها لكم هنا كده. معانا استاذه رشا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا بشكر لحضرتك يعني 100,000 مره. العفو على ايه يا فندم؟ حقيقي يعني. ربنا يكرمك يا فندم. يعني اذا كنا بنعمل حلويات قبل كده يعني حضرتك من ساعه ما عرفنا حضرتك بلاش نقول كام سنه يعني. يعني ما انتوا طعم الحلويات وشكل الحلويات من ايد حضرتك بجد. كبرتوني خلاص بقى وكشفت. انا عماله اضحك على الناس واقول لهم انا لسه 20 سنه. انا حضرتك فوق راسنا بجد والله. ربنا يعزك يا ستي، ربنا يكرمك. لا دي حقيقه يعني. حضرتك احنا يعني لما بنيجي نتفرج على حضرتك يعني بنحس بحضرتك يعني ان انت بتدينا حاجه بصدق يعني بصراحه. يعني والله بصي حضرتك الف شكر. العفو ست، تحت امرك. انا طبعا بشكر حضرتك، ويا رب كده اكون عند حسن ظنكم وعلى قد الثقه اللي انتوا حطيتوها فيا دي. ومش قادر اقول لكم، مش عارف اقول لكم ايه والله. يعني ما يعني بصراحه ما فيش كلام يتقال ولا حاجه ممكن توفيكم حقكم مهما عملت. ماشي اهو. ادي البيتي فور اهو بتاعنا. معانا استاذه بسمله. الو. الو. ايوه. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ستي، عامله ايه؟ الحمد لله. ربنا يعزك. اموريني. انا كنت طلبت حضرتك بس عشان اقول لك جزاك الله كل خير. واياكم يا رب كده يعزك يا رب ويكرمك ويحسن ما بين ايديكم كلكم. انا بحب حضرتك جدا، وانا وماما جربنا كل وصفاتك، الكنافه والزلابيه وبلح الشام والبسبوسه وكل وصفاتك. ربنا يخليك. احببكم الله الذي احببتمونا فيه، ويا رب كده اشوفك محققه كل امانيكي، وان شاء الله كده تكوني من الفايزين في الدنيا والاخره. شكرا اتصال حضرتك يا جماعه. والله فعلا انتوا
تليفوناتكم دي بتبقى يعني تاج على راسنا، وهي دي اللي بتخلينا عايزين نعمل كل حاجة وأحسن حاجة. تمام. عندي هنا اهو اللي احنا عايزينه بقى. تمام. بصوا أنا هعمل إيه هنا. خلاص ممكن أعملها 2 لو أنا عايز. اهي. تمام. هاخد دي هنا كده وهروح واخد بندقية هنا، هاخد الاتنين دول كده. تمام. هروح واخد لوزاية بالشكل ده. يعني اللي انا عايز اعمله يا جماعة دي هنا كده اهي، وهنروح واخدين الفستقية كده. ادي الكاجو اهو. اللي انتوا عايزين الزواق ده بتبقى ايه، لمسة جمالية. تمام. اللي عايز كل واحد واحساسه. انا بحس ان دي مريحاني كده، او انا بحس ان دي شكلها احلى كده. كده الوقت خلاص. طب ده انتوا سرقتونا في الوقت. ماشي. طيب اشيل لك بس الحاجه دي كده من هنا، واقول لكم يا رب كده الحلقه دي تكون مفيده، اديتكم افكار لزواق البيتي فور، وازاي نغطسه، وازاي نزوقه، وعجينه السابليه. احنا عملنا عجينه التارت، وبكره ان شاء الله حلقه هنعمل فيها التارت، وهنعمل فيها التوفي، وهنعمل فيها الايطاليان ميرينج، ونبتدي نغطس كده ايه ونلعب شويه. مش يبقى الحلقه كلها هتبقى زواق باذن الله. بشكركم على الوقت اللي قضيتوه معانا. يا رب الحلقه تكون مفيده ليكم. نتقابل بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم.